اكيد جه في بالك الكawasaki النينجا اتش 2 او اتش 2 ار اول ما سمعت سوبر تشارج، بس دول مش نيكد اصلا. هو ايوه فيهم سوبر تشارج، بس الحقيقه ان احنا مش هنتكلم عنهم، هنتكلم عن اخوهم الصغير الكawasaki زد اتش 2. اول حاجه لازم تعرفها عن الزد اتش 2، هو جزء من عائله الاتش 2 المعروفه، العيله اللي دخلت السوق سنه 2015 بالاتش 2 والاتش 2 ار، اللي كانوا اول موتوسيكلات رياضيه بتستخدم سوبر تشارجر، ولحد دلوقتي ما فيش غيرهم تقريبا اللي بيستخدموا التقنيه دي. التقنيه دي مش مجرد شطاره، دي نتيجه خبره كawasaki في تصنيع المحركات للطائرات والمعدات الثقيله. السوبر تشارج هنا بيشتغل على ضغط الهواء ودخول غرفه الاحتراق بشكل اسرع، وده بيزود قوه المحرك بشكل رهيب. طيب ايه الفرق بينه وبين اي سبورت نيكد بايك تاني؟ الحقيقه في فرق كبير جدا، لان الزد اتش 2 بيتسارع تسارع فوري وقوي ومستمر على اي سرعه واي ظروف. زد 1000 مع شويه تعديلات، ده اللي ممكن يجي في بالك اول مره تشوف فيها البايك ده، بس الحقيقه غير كده خالص، لانه مليان تفاصيل مختلفه عن الزد 1000 العادي، فالبايك ده مميز اكتر بكتير من الزد 1000. مش علشان بس ده اسرع واقوى وشكله مرعب، لا كمان عشان فيه حاجات مختلفه في التصميم، زي الفريم مثلا. الهيكل مش بس شكله فني، لكنه متصمم لتوزيع الوزن بشكل مثالي، وده بيحسن التحكم والسواقه حتى على السرعات المجنونه اللي البايك ده بيقدر يوصل لها. زد اتش 2 بيتميز بتصميم عدواني بيخطف الانظار من اول لحظه. الكشافات القداميه الايقونيه المميزه جدا بتاعت كawasaki اللي قادره تخلي اي حد يبص على البايك ده، حتى هو او الزد 1000، الاتنين جامدين جدا، بس ده اجمد بكتير، وطابع العيله واضح عليه كمان، فتحس انه اتش 2 ار بس من غير فيبر في الجنب مثلا. واضح جدا ان في نفس الدي ان ايه بتاع الوحوش اللي اكبر منه الاتش 2 والاتش 2 ار. والكلام عن الدي ان ايه، فهو فعلا في نفس الدم ونفس البلاد لاين القوي. القلب النابض للبايك ده هو محرك 4 سلندر انلاين 4 1000 سي سي مزود بسوبر تشارج، وبيطلع حوالي 200 حصان. الرقم ده كبير جدا عامه، 200 حصان و140 نيوتن متر تقريبا. الارقام دي بتخليه واحد من اقوى واسرع موتوسيكلات النيكد في السوق الانتاجيه. طبعا اكيد عاوز تعرف الارقام الخرافيه دي بتتسارع في قد ايه. هقول لك دلوقتي، من 0 ل 100 كيلو متر في الساعه في اقل من 3 ثواني. متخيل؟ التوب سبيد فوق ال 300 كيلو متر في الساعه، ارقام في سبورتس بايك ما بتعرفش تجيبها. بس برضو ممكن تقول ان في موتوسيكلات كتيره بنشوفها النهارده بتجيب الارقام دي مستريح، بس شكلك نسيت حاجه، ان هنا بنتكلم عن نيكد بايك للشوارع والمشاوير بتاعت كل يوم، وده اللي بيخلي البايك ده مميز جدا مع السرعه دي كلها والقوه دي كلها، وهو لسه برضه موتوسيكل مريح وتقدر تركبه كل يوم وتروح تجيب بيه عيش من الفرن مثلا. وطالما فيها استخدام يومي يبقى في حاجات اكيد هتكون محتاجها، بس ما تقلقش، كawasaki فكرت في كل حاجه ممكن تحتاجها. فاولا البايك فيه شاشه كبيره بتعرض كل المعلومات اللي محتاجها، زي السرعه ودرجه الحراره وضغط الكاوتش وضغط الزيت والحاجات دي كلها، وكمان تقدر توصل موبايلك فيها، يعني مش بس واخد احسن اداء، انت كمان متدلع. والاهم من الدلع مواصفات الامان كلها برضه موجوده في البايك ده، زي تراكشن كنترول واي بي اس وكويك شيفتر وحاجات كتيره جدا. بس الكويك شيفتر هنا مهم، وفعلا حاطين كويك شيفتر نضيف جدا بيديك تحكم كامل في الموتوسيكل حتى على الطرق المزحلقه، عشان تظبط تسارع وجري الوحش ده. وطبعا في بقى مواصفات الامان اللي موجوده في اي سبورت بايك. اكيد انك تنافس البايك ده صعب، بس برضه في شويه منافسين جامدين جدا، زي دوكاتي ستريت فايتر في 4 وحش دوكاتي النيكد، او الكي تي ام سوبر دوك ار، احسن بايك ممكن ترفع بيه، وفيه موتور كبير جدا 1290 سي سي. من الاخر البايك ده حرفيا بيقدم لك كل حاجه، ووحش حقيقي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بس الفكره ان مش ناس كتير تعرف البايك ده، وهقول لك ليه دلوقتي، بس ركز معايا. اولا عشان البايك ده بيستهدف فئه معينه من الناس اللي بتحب اعلى اداء واحسن تكنولوجيا موجوده، ناس مفيش عندها مشكله تركب موتوسيكل خفيف ونيكد بقوه 200 حصان، والناس دول قليلين شويتين. وحتى لو في ناس كتير بتحب كده، فالحاجة التانية اللي ممكن تمنعك انك تجيب البايك ده وهي السعر. اكيد مش هتاخد احسن حاجة من كل حاجة من غير ما تدفع دم قلبك، فالبايك ده اغلى من موتوسيكلات تانية ريسنج، واغلى من اغلى نيكد بايك موجود. سوبر تشارج برضو واحد من الاسباب اللي مخلي البايك ده مش مشهور، بس ممكن تستغرب ازاي اهم ميزة في البايك هي اللي مخليها مش مشهور. التقنية دي بالرغم من قوتها الا انها بتقدم اداء ممكن يكون مبالغ فيه شويتين لمعظم الناس المستخدمين العاديين، وان المنافسه بتروح دايما للموديلات المعروفه بسبب سمعتها في السوق. اي نعم الزد 1000 معروف في السوق وناس كتير قوي بتحبه، بس برضو ده في عوامل كتير بتاثر عليه. من العوامل دي هي عدم وضوح التوجه، برضو كان مسبب مشكله كبيره للبايك ده. فهو مش رياضي بالكامل زي اتش 2 ار مثلا، او عملي 100% زي باقي النيكد بايكس، فهو جاي في حته رمادي كده، وده اللي مخلي الناس مش بتميل ليه وهي بتشتري، ده غير سعره الخزعبلي. برضو البايك ده كان مظلوم شويه في التسويق، بتلاقي ليه اعلان او اي دعايه. كawasaki بتخصص معظم مجهودها التسويقي للنجوم الكبيره زي الاتش 2 ار والاتش 2 وباقي الموديلات اللي احنا كلنا عارفينها، بالرغم انه من نفس العيله بس مش واخد نفس الحجم الدعائي، وده من اهم الاسباب تقريبا ان هو مش معروف قوي.
وطبعا مع اهتمام قليل من الشركه الموديل بيبقى صعب ان هو ينجح، فصعب تلاقي قطع غيار للبايك ده، واستهلاك البنزين فيه عالي جدا جدا بسبب السوبر تشارج، والقوة الزيادة اللي فيه دي أصلا بتخلي الناس تخاف تركبه. في الآخر البايك ده كان تحدي بالنسبة لكawasaki إن هم يجمعوا ما بين القوة الخارقة والراحة في بايك واحد. فعلا كسبوا نفسهم في التحدي وعملوا بايك نكت خارق، بس مش معروف ومش مشهور زي باقي الموديلات. فمش عارف بصراحة النجاح ده يعتبر فعلا نجاح ولا يعتبر مشروع وخلص. البايك ده بينزل من 2018 تقريبا أو من قبل كده بشوية، وبينزل كل سنة موديل جديد منه، فمش عارف بصراحة. السؤال هنا، هل انت مستعد تتحكم في القوة دي كلها؟ قول لي في الكومنتات واشترك في القناة عشان تشوف بقى الحاجات الجامدة، وصلي على النبي.